الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل فراخ بلدي مع قلقاس بخضرة وشوية رز بشعرية. جبت الفرخة غسلتها كويس قوي، وجبت بصلاية صغيرة كده قطعتها ودعكتها بملح وفلفل اسمر وكتفتها كده زي ما انتم شايفين، بيبقى شكل الفرخه حلو. واديني حاطه الميه تغلي اهي، هسقط فيها بصله وهسقط فيها معلقه فلفل اسمر بس، واسقط الفرخه. تمام، هنسيبها بقى تتسلق وهوريكم هنعمل ايه. صلوا على رسول الله. الفرخه اهي اتسلقت. عامله لها انا ايه بقى؟ عامله لها صوص كده عباره عن ميه بصل مع فصين توم مع معلقه سمنه بلدي مع 5 معالق زيت. هعمل ايه بقى؟ هغلف الفرخه بالصوص ده واحطها فين؟ واحطها تحت الشوايه بالطريقه دي. الناحيتين كده. تمام كده اهي، بس احطها تحت الشوايه. هنيجي بقى للايه؟ للقلقاس اللي بالخضره. القلقاس انا جايباه اهو بسمه عشان ما فيش قلقاس دلوقتي. تمام اهو، جايباه من السوبر ماركت. انا كان عندي ايه بقى؟ كنت عامله السلق مع الكزبره مع الثوم، وكنت محمراهم في معلقه سمنه بلدي وجاهز عندي اهو. هعمل ايه بقى؟ خليكم معايا. الشوربه بتغلي اهي، هسقط القلقاس في الشوربه. تمام، هسيبه يغلي شويه وبعدين اسقط الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، السلق اللي متحمر مع الكزبره الخضراء مع شويه فلفل اسمر مع الثوم. خليكم معايا وصلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. القلقاس بيغلي اهو مع الشوربه، وهبدا احط الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي السلق مع الكزبره متحمرين مع الكزبره ومع الثوم. بس كده اهو، هسيبه بقى ياخد ويدي مع بعضه ويستوي، وبألف هنا وشفا للي هياكله. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي للقلقاس ابو خضره، مش قلقاس، زبده. وادي الفرخه بعد ما حطيتها تحت الشوايه وعملت جنبيه رز بشعريه. الف هنا وشفا للي هياكل. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسينيش في اللايك والشير. ادعوا لأهل فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، يا رب ينصرهم ويفك كربهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.